مفيش اسهل ولا اجمل من ان احنا نعمل الكيك في البيت، نعمله كده بايدينا ونخلي ولادنا يفرحوا، نحتفل بيهم باي في اي مناسبة، وكمان نعمل لهم حاجة كده مختلفة وتفرحهم. الكيك بتاع النهاردة اللي احنا هنعمله مع بعض هنعمله بمنتهى البساطة والسهولة، والنتيجة زي ما انتوا شايفين كيكة هشة جدا جدا وطعمها حلو قوي. هنضيف عليها اضافات كده جديدة مختلفة عن الكيكات العادية، هتنقل الكيكة دي طعم وريحة كده في حتة تانية خالص. يلا بينا نسمي بسم الله ونبدأ على طول في الخطوات. اول حاجة هجيب الصينية بتاعتي وادهنها دهنة زبدة او سمنة كويسة جدا، والصينية مقاس 28. جبت بولة وحطيت فيها 4 بيضات حجمهم صغير، ممكن 3 كبار، ورشة ملح، معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة أو كيسين من الفانيليا البودرة. أحط دلوقتي كوباية من السكر العادي، ووزن الكوباية اللي أنا وزنت بيها كل المقادير كانت 200 جرام، 200 ملي من السوائل يعني مج الشاي العادي. هحط بقى دلوقتي نص كوباية من الزيت بعد ما خفقت السكر والبيض كويس جدا بالمضرب الكهرباء وممكن بالمضرب اليدوي. بعد ما بحط نص كوباية الزيت هحط معلقتين كده كبار من السمنة البلدي، ودي بيديها هشاشة كده وطعم حلو جدا. هحط 3/4 كوباية من الحليب كامل الدسم، ممكن بقى تحطوا زبادي علبتين، ممكن تحطوا كمان حليب وزبادي يعني علبة زبادي ونص كوباية من الحليب، برضو النتيجة بتبقى روعة. هنحط دلوقتي الدقيق، عندنا كوبايتين او مجين يعني من الدقيق، وكيس من الكيك شيف او البيكنج باودر العادي المتوفر عندكم. نخلتهم كده كويس جدا. هبدأ دلوقتي ان انا اقلبهم كده بالمضرب اليدوي. طبعا مش هنستعمل بقى في المرحلة دي المضرب الكهرباء خالص، هنبدأ نخفق كده بالراحة خالص لحد ما خليط الكيك يختلط معانا. هنحط دلوقتي بقى حاجة هتديها طعم وريحة حلوين جدا، معلقة كبيرة من الجوز الهند، وكمان عصير نص ليمونة او معلقة كده من ليمون، من عصير الليمون كبيرة، ودول بقى بيدوا هشاشة وريحة وطعم حلو جدا جدا للكيك، وخفة كده بتبقى خفيفة وطعمها حلو قوي. القوام ده هو اللي احنا عايزينه، قوام الكيك المظبوطة جدا. هنشغل طبعا الفرن بتاعنا قبل ما بنشتغل في الكيك وعلى اعلى درجة، وبعد كده لما بندخل الكيك على الرف الاوسط مش الرف التاني من تحت زي المخبوزات، بنحطها على الرف اللي في النص في الفرن، وبنخفض درجة الحرارة ل 180. بنسوي الكيكة بالمعلقة كده، ودخلتها بقى الفرن بتاعي، اخدت معايا حوالي 40 ل 45 دقيقة. نار 180، درجة الحرارة كانت 180. اول ما بتخرج من الفرن بسيبها تهدى شوية حوالي نص ساعة، وبعدين بحط عليها ربع كوباية من الحليب بالمعلقة زي ما انتوا شفتوا. هنحضر الكريمة، عندي نص كوباية من الكريم شانتيه الخام، وربع كوباية من السكر البودرة، وكمان كوبايه هتاخد معايا كوبايه من الميه متلجه جدا. عايزين تضيفوا حليب براحتكم. خفقتها كده بالمضرب الكهرباء لحد ما بقت بالشكل ده معايا الكريمه. هحطها دلوقتي في التلاجة، وهنعمل بقى صوص شوكولاته بسيط جدا جدا للتزيين. طبعا الكيك كده جاهزه معايا، لو عايزين انتوا تقدموها كده براحتكم، لكن انا هقول لكم على تزيين بسيط قوي. عندنا دلوقتي 150 جرام من الشوكولاته، ونص كوبايه من الحليب السخن جدا علشان طبعا ندوب الشوكولاته. بس كده، هو ده صوص الشوكولاته السهل جدا اللي احنا هنستعمله. هجيب بقى الكريمه بتاعتي كنت حاطاها في التلاجة، وهبدا دلوقتي افردها على الكيك، ولازم الكيك بتاعنا يكون برد تماما قبل ما نحط عليه الكريمه. بسويها بقى بالشكل ده، سووها بسكينه بمعلقه باي حاجه عندكم، وعلشان نبدا نحط عليها صوص الشوكولاته يبقى شكله كده متساوي. وطبعا هنحط كميه الكريمه كده هتبقى كميه حلوه. طبقه الكيك بتاعتنا بتبقاش عاليه قوي لان بيبقى عليها طبقه كريمه. حطيتهم كده في كيس حلواني الصوص، وهبدا انزله خطوط. طبعا اول خط طلع معايا سميك شويه، الفتحه كانت بتاعه الكيس كبيره شويه، لا انتوا صغروا الفتحه علشان الشكل يطلع معاكم حلو ومظبوط قوي. حطيت خطوط بالطول وخطوط بالعرض، وبعدين جبت عود من الخشب، وهبدا دلوقتي اروح بيه كده رايح جاي على الخطوط اللي بالطول وكمان اللي بالعرض. هيدينا شكل بسيط ورقيق قوي قوي لتزيين الكيكه. بعدين نزلت كده بروزيتات من باقي الكريمه اللي عندي. هحط روزيتات كبيره بالكريمه، وبعدين هعمل روزيتات صغيره، وسبت كده حوالي نص كوبايه من الكريم شانتيه دي. هضيف عليها معلقتين من صوص الشوكولاته علشان الروزيتات دي هنعمل عليها من فوق كده روزيتات لونها بني. هتشوفوا الشكل طبعا، واكيد شفتوه في اول الفيديو. عايزه اقول لكم اهم حاجه ان انتوا شغالين في الكيك تكون بردت تماما قبل كمان ما تسقوها بنص كوبايه الحليب او ربع كوبايه الحليب. وطبعا
اللي احنا بنسقيها ليه علشان تبقى هشه وخفيفه جدا وبتديها طعم حلو قوي. بصوا الشكل حلو جدا جدا. هنقطعها معاكم دلوقتي. اخدت منها كده قطعه. بصوا بقى الارتفاع مظبوط جدا، مش مرتفعه قوي قوي ومش منخفضه، وكمان حجمها عائلي. 4 بيضات وبس. ممكن كمان تستعملوا 3 زي ما قلت لكم في اول فيديو. انا مستعمله 4 بيضات صغيرين جدا. مكونات والمقادير كانت بسيطه قوي قوي، حاجات متوفره عندنا كلنا في المطبخ. ممكن كمان تعملوا الكيك دي في الخلاط لو انتوا مش متوفر عندكم مضرب كهرباء. بصوا بقى الصوص ده كده، لما بنيجي نقدم قطع الكيك بنحط عليها من فوق صوص، اللي طبعا بيحب كميه كبيره من الصوص. بس هي طعمها حلو قوي ان شاء الله، لما تجربوها اكيد هتعجبكم لان هي هشه. معلقه الجوز الهند وكمان الليمون بيخليها هشه وريحتها حلوه وطعمها حلو قوي. ان شاء الله انا واثقه ان انتوا لما تجربوها اكيد هتعجبكم.